ألمي يزيد وحزن قلبي أكبر، وهموم أحشائي لكم سأسطر في داخل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. متتبعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله عز وجل وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الدنيا وفي رحمته سبحانه وتعالى في الآخرة إن شاء الله تعالى. الموضوع ديالنا إن شاء الله تعالى غادي نتكلم على واحد المناضل. ما هو صحفي؟ ما هو حقوقي؟ هو مواطن غيور على المظلومين، ومدافع عن كل من يئن ومن ظلم. هذا الرجل التقيته في ندوة بمقر حزب الاشتراك الموحد بتمارة. هذا الشخص وهذا المناضل الكبير الذي قال كلمته المشهورة حين رفع أصبعه ليتكلم أمام المنظمين وحقوقيون وصحافة ومحامون وغير ذلك المشتركين في تلك الندوة، فقام وعرف بنفسه وباسمه وقال: أنا لست حقوقيا ولست صحفيا، ولكن فيسبوكي حر. أنا تنضامن مع جميع المعتقلين السابقين. هذا الرجل الكبير والعظيم اسمه إبراهيم الصريح، حفظه الله عز وجل. تكلم في عدة فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وهو يئن من المرض. هذا الرجل تحمل عبء الأمراض، وللتنبيه هو معاق من رجليه، حفظه الله عز وجل ورعاه وبارك الرحمن فيه. هذا الشخص سبحان الله العظيم منذ أسبوع وهو في غيبوبة بسبب المرض الذي كان يئن منه وهو على الفيسبوك. أسبوع وهو في غيبوبة، واليوم الثلاثاء أجرى عملية، والحمد لله العملية أجريت، ونسأل الله عز وجل تكل بالنجاح إن شاء الله تعالى، ويرجع هذا الأخ الكريم وهذا المناضل يرجع الأسرة ديالو والأحبة ديالو والإخوة ديالو إن شاء الله تعالى. هذا المناضل كما قلنا من دروا ليه العملية لقاو الكليات بجوجهم يبسوا. هو مسكين كان يئن وهو لا يعلم، يئن من كلوته، بجوج الكلوات بجوج نشفوا ليه ولصقوا. وخاصو يوميا الآن حصة للدياليز.
هذا الشخص سبحان الله العظيم فقير ومناضل مغربي حر، وما يعزيز عليه دائما في الفيديوهات ديالو تيتكلم تيقول ما عزيز علينا الظلم، الحقرة ما عزيزاش عليا، هاكا مسكين يتكلم. فحفظه الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعجل له بالشفاء العاجل، وأن يفرج كربته، وأن يطهر بدنه إن شاء الله تعالى، ويعود للأسرة ديالو الأحبة ديالو إن شاء الله، يرجع إن شاء الله سالما. هذه كلمة تضامن في حقه، وهي قليلة قليلة والله قليلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل من هذا المنبر أن ينظر ربي ينظر إليه سبحانه ويعجل بشفائه إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرحمه، أسأل الله عز وجل يجعل هذا الألم بردا وسلاما عليه إن شاء الله تعالى، وهو القادر عليه سبحانه وتعالى. هذه الكلمة إن شاء الله تعالى اللي بغيت نوصلها بحق هذا المناضل الكبير، وهو أخونا إبراهيم الصريح، وهو كذلك الصريح في كلامه، اسم على مسمى. فاسأل الله عز وجل أن يحفظه، اسأل الله عز وجل أن يحفظه ويبارك فيه إن شاء الله تعالى، ويطهر بدنه إن شاء الله تعالى. اسأل الله عز وجل أن يحفظه ويبارك فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.